السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي بتاع الست المصرية. ريت لو مشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ويا ريت لايك للفيديو لو عجبك. معنا النهاردة فيديو جميل جدا من البرطمان الإزاز ده. عندي برطمان إزاز فضي، الغطا بتاعه ضاع انكسر، فهو ملوش غطا كده، فانت هتستعمليه في ايه؟ تعالي هنعمل منه تحفة فنية جميلة جدا وهتعجبك. اول حاجة معايا هجيب السبراي دوت، انا ثبته لكم شوية اهوت عشان اللي مش عارفه واللي بيسألني على اسمه كتير يعمل بيه سكرين وياخده ويوريه للراجل ويجيب زيه. انا عن نفسي عايزه اللون السيلفر، هرج الازازه كويس وابتدي ان انا ارشها، بس زي ما اتفقنا هنرش في اماكن مفتوحه عشان ريحه السبراي ما تعملش اختناق او تعمل تعب. هرشها واسيبها تنشف واوريكم البرطمان بعد ما نشف خالص هيبقى شكله ايه. كده البرطمان بتاعي معايا هو نشف كويس وبقى تمام. هبتدي ان انا اشتغل عليه بقى. طب انا هعمل فيه ايه؟ عندي هنا ده صدف، او لو انتي جبتي مثلا جندوفلي، عارفه الشبكه بتاعت الجندوفلي اللي بتتباع عند بتاع السمك، رخيصه مش غاليه، عشان ما حدش يقول لي انتي بتعملي بحاجات مش موجوده او حاجات غاليه. هبتدي ان انا اجيب البرطمان بتاعي واجيب الصدف دوت بقى معايا بعد ما غسلته وطهرته كده وخليته جميل. هبتدي ان انا اعمله والزقه معايا بطريقه هوريكي دلوقتي هنلزقه ازاي. هبتدي ان انا الزق كده وامشي كله نفس الشكل بالظبط، يعني انا عملتهم كلهم لفوق كده. السطر الدايره الاولانيه دي هعملها زيها كده بالظبط، وابتدي امشي داير ما يدور وابتدي اشتغل معاكم. طيب لو انت ما عندكيش الجندوفلي دوت والصدف بتاعه بصراحه جامد جدا وحلو زي اللي بتشتريه من بره كده بالظبط. هتروحي عند الراجل بتاع الحاجات الاسماك، اللي عنده سمك الزينة، اللي عنده الورد ممكن تلاقي عنده. تقولي له عايزة كيس صدف او كيس قواقع، اي حاجة شبه ده كده بالظبط اللي موجود عنده. انا هخلص بقى الدايرة واوريهولك. كده انا بخلص الدايره بتاعتي اهوت، وهقول لك دلوقتي هنعمل فيه ايه. انت هتروحي عند الراجل، انا ما اعرفش هو بيتباع بكام بصراحه، بس اللي انا عارفاه ان الكيس بتاعه مش غالي، الكيس بتاعه رخيص مش غالي قوي، يعني مش باسعار مش موجوده. وده كيس الجندوفلي مش غالي يا جماعه، ده الشبكه كده كبيره، بتتباع عند بتاع السمك ب30 جنيه، وانت بتاكلي وبتنبسطي وده المفروض ان انت هترميه. لا احنا مش هنرمي حاجه خالص. كده انا خلصت اول دايره وهبتدي ان انا اشتغل في الدايره التانية. هعملها بقى العكس، يعني دي انا خليتها السبعة بتاعتها كده لتحت، دي لا انا هخليها لفوق وبصة لبعضها. اهم حاجة ان انا اثبت كويس جدا بالشمع بتاعي عشان شغلي يطلع مظبوط، مش شوية كده والاقي شغلي فك مني، حاجة وقعت منه، الاقي الدنيا باظت معايا. لا انت بتعملي حاجة جميلة وتعيش معاكي وتبقى شكلها جميل جدا. ومن المخلفات الحمد لله كلها من المخلفات، يعني برطمان ازاز هترميه مش هنرميه خلاص هنستعمله. شوية صدف بتاع جندوفلي مثلا، هتخليه عندك. اشتريتي حاجة تانية مثلا وفيها الحاجات دي، فانتي مش هترميها، هتستغلي كل حاجة فيها. فطبعا دي كلها مخلفات المفروض هتترمي، لا احنا الحمد لله بنعمل بيها تحف فنية. هحاول على قد ما اقدر وانا ماشيه بالدايره حوالين بعضها ان انا اخليهم قد بعض. انت عارفه ان هما الصدف عامه حتى لو اشتريتيه جاهز ما بيبقاش كله مقاس واحد، بيبقى مقاسات، فيه صغير وفيه كبير وفيه وسط. فانا هحاول على قد ما اقدر الدايره اللي انا همشيها تبقى كلها مقاس بعضها. انا بقى جيت في تالت دايره عكست الصدفة معايا او عكست القوقعة معايا، فدي كده بقيت بتبص للي تحتها بنفس الشكل. انا همشيها كده واحدة عكس التانية واحدة عكس التانية لحد ما اخلص البرطمان كله معايا واوريهولك. بصراحة في النهاية شكله جميل جدا. الحاجات دي بره يا جماعة بنشتريها غالية قوي،
يعني وبره الاسعار دلوقتي بقت غالية جدا، ومش هتبقى كمان على الحاجات الديكورات. لا، احنا بنحاول على قد ما نقدر نستغل الحاجات اللي عندنا ونعمل بيها حاجات جميلة، ونخلي بيتنا شكله جميل بأبسط الأشياء والحاجات اللي المفروض يعني تبقى في بيتنا. يعني مش هنبقى كمان الغلا والدنيا صعبة علينا، وكمان بيتنا فيهوش حاجات جميلة ونجدد فيه كده ونغير من نفسيتنا، ونحاول نسعد روحنا بإيدينا. يعني تحاولي على قد ما تقدري تسعدي روحك بإيدك، تعملي حاجة جميلة كده تبسطي نفسك بيها، ديكور حلو تخليه في بيتك، اللي يخش عندك ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي كده. كده خلصت اهوت، اخر حاجة خالص، اخر صف اهوت بخلصه معاكم، وهقولك هنعمل ايه تاني. كده خلاص اهوت اخر وحدتين، ان شاء الله في الاخر هتشوفي حاجة جميلة جدا. كده انا خلاص خلصت اهوت الصف الاول البتاع كلها. هبتدي بقى اجيب معايا، فاكرين الورد المجفف اللي انا كنا عملنا بيه مع بعض الفيديو بتاع المراية؟ انا برضو هو نفس الكيس يا جماعة، والله انا ما اشتريت ورد مجفف تاني، هو كان كيس كده كبير شكله حلو والله، كنت جايباه ب10 جنيه. عملت معاكم الفكرة اللي فاتت، وعملت برضو منه في شجرة الكريسماس، استغليت الورد دوت، واستغليت معاكم كمان في الفكرة دي، وباقي اكتر من نص الكيس. يعني تخيلي كيس ب10 جنيه استغلنا منه كذا حاجة، وبقيته برضو هعمل معاكم بيه فكرة جميلة قوي، بس مش هحرقها معاكم، هقول لكم هنعمل بيها ايه. هبتدي بقى او احاول على قد ما اقدر اوزع الالوان، ما تبقاش كلها لون واحد جنب بعضها، وهوزع الالوان زي ما انت شايفة كده، الزق، احط الشمع وابتدي ان انا الزق معاكم الورد. احاول بس بقدر الامكان ما تتلسعيش، عشان لسعة الشمع وحشة يا جماعة، انا اتلسعت المرة دي لسعة وحشة قوي في صبعي، بس يلا بقى الحمد لله. بس طالما بتعملي حاجة حلوة وبتعجبك وانتي بتنبسطي وانتي بتعمليها، خلاص ما فيش اي مشكلة. انا بحب يا جماعة الاعمال اليدوية جدا جدا، وبحس ان انا مبسوطة قوي وانا شغالة فيها. كده خلاص دي اخر جزء اهوت، هبتدي ان انا اعمل الوحدتين اللي فاضلين دولت، وهوريكي بقى معاكي حاجة كده يعني ايه، مش هتصدقي بجد ان انتي عاملاها في البيت. مفيش حد هيشوفها عندك ويقولك ان انتي ان دي حاجات مخلفات عندك وانتي عاملة بيها، لأ، هينبهر بجد يعني. كده بقى معاكي اهوت، بعد ما خلصتها اقدر ان انا اسيبها كده بجمالها وحلاوتها دي، شكلها تحفة بجد، شكلها جميل جدا. وكمان لو كنتي سبتيها ازاز بس كانت هتبقى شكلها جميل قوي برضو. لو انتي عندك الزرع دوت حطيه، يعني لو انت عندك موجود فرع الشجر الزرع الجميل ده، وهتحطيه كده فيها وتخليها زهرية في مكان كده، حطيها. عندك مثلا مكتبة وهتحطيها من غير الزرع دوت، وفي قلب المكتبة كده، والله شكلها جميل برضو كمان من غير الزرع، شكلها تحفة تحفة تحفة. وان هي تستغليها كمان ان هي كتبقى زهرية كده، شكلها جميل قوي برضو. اتمنى يكون الفيديو عجبك والفكرة كمان عجبتك. ما تنسيش بقى تعملي لي شير ولايك سبسكرايب للقناة، وتفعلي الجرس على كلمة الكل، وتقولي لي رأيك ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.